المغرب تميز بأنه قال لا، أنا غادي نراهن على الفلاحة. عندنا واحد المؤهلات ديال بلد فلاحي مزيان. ثانيا تميزنا أيضا بتمييز آخر، أنه ركزنا على الماء. المغرب كان دائما بلد شبه جاف. اللي كيقولوا ودي راه داك 22 مليار ديال المتر مكعب اللي كتعايشوا لنا شحال هادي راه ما كايناش. عندنا 153 باراج، سد كبير بالمعيار الكبير، خاوية. كانت هناك استثمارات مهمة جدا في القطاع الفلاحي وفي القطاع ديال الماء على الخصوص. كانت هناك سياسات، كانت هناك مجهودات متعددة. إذا اليوم نحن في موقع من حقنا أننا نتساءلوا واش هذه السياسة كان لها جدوى، واش مكنتنا أو أمنت، عطاتنا واحد الإمكانية ديال الأمن المائي والسيادة الغذائية. هذا هو السؤال ديالكم، ولا تسمحوا لي إذن هذا هو التدخل ديالي، غادي نحاول نواجب على هذا السؤال هذا. أولا كنظن بأنه ما يمكنش الواحد ما يديرش، وهنا كنعيشوا ما كنعيشوا، ما يمكنش ما يبرش واحد المفارقة اللي هي كبيرة غريبة، حيث أنه منذ الستينات نقول لكم أنه المغرب تميز بأنه في ذاك الوقت اللي جل إلى ما قلتش كل البلدان اللي عاد خدات الاستقلال نامية في الاختيارات التنموية ديالها الكبرى راهنت على الصناعة، لأن الصناعة كانت هي مثال ترجمة ديال التنمية. المغرب تميز بأنه قال لا، أنا غادي نراهن على الفلاحة. طبعا ما كنتكلمش على المرحلة ديال 58 61 62، كنتكلم ما بعد الأزمة المالية والمجيء ديال المنظمات الدولية في 63 64 اللي من ثم تبلورت الاختيارات الكبرى. إذا المغرب قيل لنا في ذاك الوقت، بعد في النقاش اللي عندنا نتكلموا، عندنا واحد المؤهلات ديال بلد فلاحي مزيان. ثانيا تميزنا أيضا بتمييز آخر، أنه ركزنا على الماء، حيث أنه وكنظن بأنه في الظروف القائمة أنا غادي نرجع لها، المغرب كان دائما بلد شبه جاف. وثانيا داك شويه د الماء اللي كينزل غير موزع مجاليا بصفه عادله، حيث انه دائما كنعرفوا 10 15% ديال المساحه المجال ديال البلاد كتستقطب 70% ديال التهاطلات المطريه. اذا هذا واقع كان قائم، ويمكن نظريا نتفهموا انه كل سياسه من شانها، قبل ما نتكلموا على السدود نتكلموا على ضروره ضبط الماء، لا ميتريز دو لو. اذا اي سياسه كتطمح باش تدير اليات تجهيزات اللي غتضبط الماء هي مزيانه حميده،
هي. طبعا في النقاش دابا النقاش القائم يقال لنا طبعا اولا التحولات المناخيه مزيان مرحبا كاينه طبعا يقال لنا كاين اودي كاين هنا وهنا من ما اشياء كتبان باينه كاين مشكل ديال سوء التسيير الحكامه كانت مشاكل ديال التسيير طيب مزيان كان قبل هذا يناقش ولكن اللي ما باغيش تناقشوه هو أن الأصل والدائم هما الاختيارات المؤسسة اللي جعلت. وهذا إلا كنت طلبتي مني نعطي عنوان للتدخل ديالي غادي يمكن نقول لك بأنه الأزمة بين القدر كاين واحد الجزء ديال القدر السماء، ولكن البشر مسؤولية البشر اختيارات البشر. وما يمكنش وانا اعطيكم غير بعض الارقام بعض المعطيات اللي كتبين بانه اللي غريب في الامر هو انه المسؤولين تيظهروا لنا وكانهم كيكتشفوا العجله، والحال انه هذه الاشياء اللي غنقول لكم والصلب ما ساقوله راه ما هو لا ديال 10 سنين ولا 20 عام ولا 30 عام ولا 40 عام، في الاصل راه خرج من الخيمه مايل واعطى ما اعطى اليوم. اذا اولا المعطيات ونعطيكم شنو يعني 3 ديال الارقام. دابا غادي نغرقوا في الارقام، ولكن تنظن بانه اساسي باش نحطوا الاشياء نعطيكم 3 ديال الاشياء اللي هي اساسيه تبقى. الاولى راني قلتها، راه ما نكذبوش على راسنا، المغرب بلد شبه جاف وتفاوتات. ها النقطه الاولى قلتها. الثانيه راه التحولات قائمه منذ 1945. دابا عندنا ارقام على المدى الطويل اش كتبين؟ دابا حنا الى تشوفوا في حتى يمكن لي نقول لكم اول دوكيومون اللي يتكلم على بدل شويه هو لو ليفغ بلا ديال الخريجي المعهد هذه السنه وبعد 3 شهور اللي بدا كيقول اودي راه داك 22 مليار ديال المتر مكعب اللي كتعايشوا لنا شحال هذه منذ راه ما كايناش، وكان عطى بين 10 بين 10 و 15 مليار مزيان. ولكن شوفوا قراو اللي هذاك دائما 22 مليار 18 مليار ديال السطحيه و10 و4 المليار جوفيه. دابا كاين احصائيات على مدى 70 سنه اش كتقولنا؟ اولا الى خدينا المعدل السنوي من 45 ل 20 من 1950 ل 2020 كنصيبوا غير 18 مليار. الى خدينا دابا من 1979 هذه بعيده راه هبطت ل 15 مليار. ما كايناش، اي منذ 40 سنه احنا كنعيشوا على اوهام كيقولوا لنا 22 وهي غير 15. شنو قلنا بركه انكور هذه بعض الايام خدينا ال10 سنوات الاخيره غير 7 المليار. 10 سنوات الاخيره لا موين دونك سافي دي دوبي 10 ans رحنا على الموين ديال 7 مليار. La période 2005 dernière 5 سنوات 17 23 5 المليار. ونزيدكم دابا كاين واحد ان سورت دو بالانس
خرجت في الصحافه ديك السيمانه اش كتقولنا من جهه اذا كاين 5 مليار لوف جلوبال، اي كلها العرض قبلتها 16 مليار، جوج الشرب ولا اشياء اخرى 14 الفلاحه.